احمد السقا ما بيعرفش يمثل. كومنت بتكرر لي كتير جدا، وللاسف لا يا جماعه انتوا غلطانين. احمد السقا بيعرف يمثل جدا، ولكن هي كل الحكايه ان انت متعود على الممثل اللي انت كنت بتتفرج عليه وانت صغير بشكل باسطمبه معينه، لما بيطلع براها خلاص انت بتشوف ان الاخطاء بقى بتاعته. لكن هو في البدايه كان بيعمل لك الصح اللي هو ايه المميز فيه كان بيعمله. فواحد زي مثلا يعني فين ديزل الراجل ده طريقة تمثيله واحدة، اسطمبة ليه اسطمبة معينة، بس هو بتاع اكشن ومش عارف ايه وشكله كده هو غشيم، فاهم؟ طب الراجل ده لما يوصل لسن الستين والسبعين ويبدأ خلاص بقى ايه الهرمونات اللي بياخدها دي يخفها ووزنه يقل وخلاص بقى يعمل لك دور راجل كبير. في اللحظة دي انت تبدأ تشوف ان هو بيعمل ايه. كل طريقة تمثيله را 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 را. بيتكلم كده حرفيا، هو كل الادوار بتاعته هو واحد صوته تخين، بس هي دي الفكرة بتاعته. فاحمد السقا كان معودنا ان هو بتاع التنطيط وبتاع الحوارات وبتاع المشاكل وبتاع مش عارف ايه. دلوقتي الراجل كبر، فاهم الفكره؟